اللي حصل ايه بقى؟ انه النظام زي ما بيحصل في كل حاجه بيستغل لما بيعمل لما يكون في لحظه ضعف سواء حقيقيه او سواء مصطنعه حقيقه، بيلعب ألاعيب قذرة جدا زي اللي هحكي لكم عليها. وعشان كده بنطالب الجميع طول الوقت بوحدة الصف، ما عندناش حاجة نخبيها. ما طلعش التسجيل قلنا ده لا ده مش تسجيل ولا مش حقيقي ولا بتاع ولا نمارس هذا الدجل. لا يمكن، لا يوجد لدينا سلعة نبيعها غير الحقيقة. لكن الحقيقة دي ثمنها غالي جدا. والناس ما بتصبرش حضراتكم، وانتوا شركاء بالاصحاب هذا البرنامج وهذه القناه. في الاصل الناس ما بتسكتش، ما بتصبرش. تقول لهم يا جماعه هدوء وصمت، يعني مش اي وقت ينفع فيه الكلام، وكلام فلان عن كلام فلان بيفرق وليه معاني كتيره ويجب ان يوزن بميزان من الذهب. لكن لاننا مش موسى، لاننا مش الخضر، ولا انتوا سيدنا موسى حياه، ولا احنا سيدنا الخضر، ولا انتوا سيدنا موسى، ما حدش بيصبر. وليكم كل الحق. انتوا انا نزلت النهارده بناء على كميه طلباتكم والحاحكم، مصرين تعرفوا، رغم ان 4 سنين ارجع كده عمري ما كلمتك في مشكله شخصيه، رغم ان احنا يعني عندنا كميه مطاردات وكميه تهديدات بالقتل وكميه احكام بالسجن زادت عن 27 سنه ومشاكل رهيبه بجوازات السفر ومشاكل كتيره في كل حاجه. لكن ده لا شيء اطلاقا، ومحتسبينها لله عز وجل مقابل ما يتعرض ليه حقيقه بقى الابطال اللي موجودين في السجن والابطال اللي موجودين في مصر واهاليهم واهالي الشهداء واهالي المعتقلين. لكن انتم وليكم كل الاحترام والتقدير مصرين يا عم الكلب. طيب قلت مش هقتطع انا من حلقه يوم السبت. وبعد التطورات الجديده لازم تعرفوا التطورات الجديده اللي حصلت لازم تخليني ارجع سنه لورا للاسف على موضوع ما قلتلهمكوش قبل كده. فاكرين لما الصفحه اتغيرت الاسم للاسم الحقيقه المؤسف جدا وفضلت كده 3 ايام، القصه اللي انتوا عارفينها واللي كان ليها صدى عالمي. لا على فكره مش عارف انا قايل لكم من ساعتها هنرفع قضيه، مش لاقيين مكاتب محاماه تقبل القضيه حقيقه في امريكا. تخيل اللي قبلوا مكتبين لا يمكن نشتغل معاهم، وحضرتك اكيد عارف احنا ليه لا يمكن نشتغل معاهم. بس احنا مصرين ان شاء الله ومكملين لحد ان شاء الله ربنا هيفرجها في هذا الموضوع. المهم في نفس هذا التوقيت قوات الامن راحت بالليل الساعه 1 بالليل لوالد الله يرحمه، وخدوه الساعه 1 من بالليل من البيت. في يا جماعه راح القسم قالوا له ده انت عليك شيك لواحد من 17 سنه ب 2000 جنيه. بسيطه يا حاج، هات ابنك يضمنك. جه اصغر اخواتي يضمنوا، قبضوا عليه. خير، قال لك انت خابط واحد من 2 سنين وعليك جنحه ب 500 جنيه. لا الشيك شيك ولا الجنحه جنحه، يعني لا الشيك شيك ولا الجنحه جنحه، وده ثبت في النيابه يوم الاحد. هات اخوك يضمنك. راحت اختي تضمنه، قالوا مفيش رجل ست تضمن راجل. خلى اخوك، كان ليا اخ في الساحل رجع يوم الجمعه، اول ما دخل البيت بنص ساعه قبضوا عليه، بقوا 3 في زنزانه واحده. ما حكيتش لحضرتك لان حصل حاجات كتيره جدا 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 قد ياتي يوم ونحكيها، لكن هتعرف ليه النهارده انا بحكي. ال3 بقوا في زنزانه واحده، ال3 الحمد لله، ودي كانت خير عشان يخدموا ابويا الله يرحمه. وراحوا امن الدوله. طبعا النيابه من اول 5 دقائق طلعت الشيك، الحكايه بتاع دي محفوظه، ده شيك من ضمن ايجار والبتاع مدفوع وتم اثبات ده، والجنحه كان متصالح معاه ومفيش اي حاجه يعني لعبه. فالمهم راحوا امن الدوله، كلموا ابويا شويه كلام، كلموا اخويا شويه كلام. اخويا اللي هو البطل بتاع النهارده ساعتها قال له الضابط، قال له انت عارف انت هنا ليه؟ قال له لا انا مش عارف. قال له لا انت عارف انت هنا ليه. شوف الكلمات دي بالنص: السنه الجايه دي هتكون سنه كبيسه على الجميع، ونحن لا نتعامل الا بالدم. عايز ابوك يموت في فرشته ولا يتبهدل؟ بلغ معتز مطر كده. وسكتنا. خرجوا بعديها وسكتنا. خرج والدي اللي كان ماسك المدير الاداري لاكاديميه النادي الاهلي، النادي الاهلي المحترم العريق ساعتها بناء على تعليمات امن الدوله. وقف ابويا اللي عنده 77 سنه اللي خدم النادي الاهلي طوال التاريخ حقيقه في ظل، لكن الاداره المحترمه حقيقه اللي كانت سجده للعسكر، طبيعي تتعامل كده مع راجل افنى حياته في النادي. وقفته، وكان ده شيء يعني افظع على ابويا من السجن. يعني حقيقه الله يرحمه.
افظع عليه من السجن. وقفته ومحدش حضر عزا ابويا. طبعا انا ما حضرتش، مش دي القصه، النادي الاهلي كله محدش حضر غير رجل يعني حقيقه هو كابتن طاهر ابو زيد. حقيقه الواحد ما عارف، انا كده بفيد كابتن طاهر، حضر اللي كان وزير مع السيسي، لكن للعشره والعمر الوحيد اللي حضر. وطبعا مدربين النادي اللي كانوا مع والدي، انا بتكلم على الاداره الرسميه. صمتنا وسكتنا عشان احنا ما بنشركوش في حاجات كتيره جدا جدا جدا. واحتسبنا ده زي ما بنحتسب بقالنا 4 سنين لله، لانه تاني ده لا يساوي شيء في كل التضحيات وكل ما يقدمه ده بجد، ولا هو كلام تزيين ولا كلام كده. لا يساوي شيء فيما يقدمه الأحرار في أكتر من 60-80 ألف في السجون. انت عارف أنا لما دكتور مرسي قال جملة لا نقبل الدنية، قولوا لي الجملة بالظبط كده يا جماعة لو حد فاكر الجملة اللي قالها دكتور مرسي، لا نقبل الدنية في البتاع. أنا ما فهمتش يعني إيه الدنية والله، وده جهل مني، أنا ما فهمتش هو قصده إيه بالدنية. وساعتها كنت في غايه الاسف ان انا شايف الحبل البتاع يا دكتور مرسي اعمل حاجه. مش دي القصه. جمله لا نقبل الدنيه، لا نعطي الدنيه. قولوا لي الجمله يا جماعه بالظبط، حد سامع اللي قالها الدكتور مرسي؟ ساعتها ما فهمتهاش. ومع الايام اكتشفت ان هي جمله عبقريه جدا، وان احنا بنعمل ده من غير ما نكون عارفين. واكتشفت قد ايه هي جمله رائعه، ربنا يفك اسره. لما في وسط هذه التضحيات اللي بيقدمها 60-80 الف، طبيعي ان احنا ما نتكلمش. بس انا بوري حضراتكم بناء على الحاحكم، لان انتوا ما بترحموناش، احنا صامتين. عايزين تعرفوا كل حاجه، طب يا عم اعرف كل حاجه، حقك، رغم انك انت المفروض تفهم ان في ظروف زي اللي يقول لك ومين بيمول القناه يعني فاكرين حضراتكم طلع ناس اطهار واشراف واحسن مننا بكتير واتكلموا عن القناه وقالوا تمويل سعودي واماراتي. ومرت الايام، وانا بعتبر الايام كاشفه، والايام بتكشف كل حاجه. واكتشفتوا ان السعوديه والامارات بيقدموا من طلبات حصار قطر وقف لي القناه، اللي هي في تركيا، اللي هي اصلا بتبث من انجلترا، اللي ما حدش ليه ولا عليها. ما حدش رجع قال احنا اسفين يا جماعه، لا ده مش حقيقي، لا قصه، ما فيش اي حاجه، ما علينا، مش دي القصه برضه، محتسبينها عند الله. يجي يقول لك في تمويل القناه. بالله عليك ناس في هذه الظروف اقول لك تمويل ايه؟ عندي واحد بيمول مصر اقول لك اسمه ايه؟ في ظل الناس بتتقبض عليها واحد ورا واحد. عندي واحد مصري في دوله عربيه انت عارف هيجرى فيه ايه؟ عندي واحد هنا ولا هنا متعاطف مع هذه القضيه. بالله عليك ده سؤال يتجاوب عليه ويقول لك انت بتصمت ليه؟ اقول لك ايه؟ بنحارب معركه الوعي والاعلام في ظل حرب رهيبه بتشن في المنطقه، حضرتك ادرى بيها. الخصوم تحالفوا باقصى درجه وسنين سنانهم باقصى درجه، والقذاره والدناءه بتتلعب لاقصى درجه. نقول ايه على الناس القابضين على الجمر؟ هذا البرنامج المتواضع اللي بثه دلوقتي، قولوا لي البث كام؟ 8700 بني ادم بفضل من الله على الفيسبوك، والاف افتح على اليوتيوب شوف كام، ده غير تطبيق اخبار الشرق، ده غير الملايين اللي في كل حته في العالم. هذا البرنامج المتواضع هقول لك على 3 معلنين كبار جدا جمله هذا البرنامج حصل فيهم ايه؟ اتدمروا. الكل بيرى نسب المشاهده، والكل شايف الصدق، والكل شايف المتابعه في كل انحاء العالم، ومع ذلك ما فيش واحد منهم. واحد عنده فيلات كومباوند في مصر، كان داخل معانا بفيلل ايام دكتور باسم، فكان بيرعى هذا البرنامج بفيلا في السنه، ودي كانت يعني حلم كبير جدا بالنسبه لنا. الراجل اتصدر الكومباوند كله وانتهى للابد. ناس كانوا في دوله عربيه شقيقه اقسم بالله اتمنعوا يبعتوا فلوس لامهم، مش يجوا لنا ويقول لك تسال تجاوب تقول ايه؟ تصمت. طيب هو بيلعب اللعبه دي ليه طول الوقت؟ بيلعبها بيكسر. لو انت مش حقيقي، بعد ما فشلوا في انهم يخلصوا علينا بكل حاجه، يخلصوا علينا بالدسائس والفتن. عشان كده انا بثق في الحقيقه في الكوكبه واللجنه، بجد بثق في كل زمايلي. قلت لهم عندنا اخطاء، قولوا لنا ايه اللي حصل. في اخطاء في الاداره، في اخطاء حقيقه، مين اللي بعت تسجيل، مين اللي بيبعت للجرائد، فهمونا كل حاجه، حقيقه كاشفه امام الجميع. انتظر ردهم ان شاء الله جميعا، ليهم مني كل التحيه. اقسم بالله بيقعدوا بيبقى مكالمات 4 و5 و6 و7 الصبح. المهم زي ما حصل وقت الصفحه، اتقبض عليهم 3 وخرجوا، ومات ابويا الله يرحمه، وحضرش ناش جنازته، قلنا عادي
الحمد لله، الحمد لله. اهو مات قبل ما يلحقوه، مات قبل ما ينفذوا تهديدهم. تمام، ما جراش حاجه. امبارح خلصت الحلقه، وفي ظل الحقيقه المشاهد المؤسفه اللي بتتوالى والوضع السيء ده، اللي احنا بحاول انجو كل الظروف هذا البرنامج. ان شاء الله في انفراجه قريبه، الشرق مستمره شاء من شاء وابى من ابى، وهذا كان اللي كنت تاني واحد فيه. لن اسمح لاي حد ان هو يهده. هنتشال منه لا على القبر لا على السجن، لن نتوقف عن كلمه الحق لاخر ثانيه. قفل منفذ هنفتح منفذ، لن نتاخر ولن نستسلم. المهم خلصت الحلقه، قوه امنيه من الملثمين بما فيهم سواقين المدرعات راحوا قبضوا على معاذ اخويا تاني الساعه 4 الصبح في مشهد، بعد ما راحوا المنتصر اخويا اللي كانوا قابضين عليه قبل كده وخرجناه، ما لقوش حد في البيت. مشاهد بقى، كميه مشاهد مؤسفه، مش دي القصه يعني، هي لله. راحوا بيت ابويا قالوا لهم ابوه مات، ابوه مات. راحوا لاخويا جابوا اخويا ساعتها وهو مش ظاهر. حقيقه في كميه معلومات تانية اصحابها يعني حقيقه ما اقدرش اقولها لحد ما اصحابها الحمله اللي حصلت اصحابها هم اللي يعلنوا عنها، لان دي امانه. لم يكن هذا هو المشهد الوحيد، واختفى اختفاء قسريا. فقلت اشارككم عشان تبقوا فاهمين الدنيا فيها ايه وعارفين الحكايه فين. ما بنقولش الكلام ده عشان ان حد يفتكر النظام المجرم ان احنا بنصرخ او بنشتكي. نحن لا نشتكي الا لله، الا لله، ونحن قوم لا نهزم. نموت ولا نستسلم، نموت. انك لن تهزم حتى تستسلم، قلناها يحاسبنا عليها ربنا اليوم الدين. لن يحدث. انا بس الناس ضغط. طب يا عم اعرف اهو، اهو اعرف، اقسم بالله هذا غيض من فيض، غيض من فيض. تعامل مجرمين. يا عمي انا مجرم، انا اكبر ارهابي في العالم، افترض جدلا، وهذا كذب ودجل. بتحاسب اهلي ليه؟ بتحاسب اهلي ليه؟ انا مجرم خاين لهذه البلاد كما يدعي هذا النظام المجرم. ماشي، بتحاسب اهلي ليه؟ بتحاسب اهل الباقيين ليه؟ بتكلم حسام الشرباجي ده من اللي اذاني يعني، بالصدفه قابلته، زميلنا العزيز بتاع مكملين. ابوه مختفي قسريا 4 سنين يا ظلمه، 4 سنين يا ظلمه، 4 سنين. ويقف وقفه الرجال ويتحدث كالرجال ولا يحني رقبته زي الرجال. وابويا مات واحنا رجاله وهنعيش رجاله. محدش ما هيكسر رقبتنا ابدا ابدا. بناشدكم بحاجه، بطالبكم انكم تقفوا جنبي في حاجه. ايه هي الحاجه؟ انا بطلب من اهلي حقيقه ان هم يعني حقيقه لولا وقفتهم الكبيره جدا 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 بعد الله عز وجل الوضع يعني، لك ان تتخيل عيله معتز مطر كيف عاشت لمده 4 سنوات. كان حد بعت لي واحد او واحده من يومين قال لي جمله شدتني، يعني انا بيجي الاف الرسائل في جمل كده تقف بحس انها تحوي 1000 رساله. فالواحده والواحده قال لي عايز اعرف بالله عليك من يحميك والله العظيم يا جماعه. فحتى ابص كده اقول، فسجلت رساله صوتيه قلت له والله انا بتساءل نفس التساؤل، مين اللي بيحميني؟ التساؤل سالته 1000 مره ما لقيتش غير ربنا، والله ربنا. انا مش عارف احنا عايشين ازاي يعني كيف مرت هذه السنوات لولا ان ربنا ربط على قلوبنا. كيف ربط في ظل هذه الاتهامات وهذه الافتراءات، كل يوم 30 40 تهديد بالقتل من كل الحاجات، تهديدات من كل الجهات. كيف مرت هذه السنوات على عائلات، كيف مرت لحظات صعبة. هو ربنا، هو ربنا. فهذه العيلة قدمت الكتير جدا. عايز حضراتكم تتبنوا، اذا كان ليا طلب عند حضراتكم اني بناشد عيلتي انها تتبرأ مني بجد والله. هذا طلب حقيقي وليس طلب مصطنع ولا طلب بيتقال كده، بكل الحب، لانهم رفضوا ورافضين. حقيقة انا شخص يستحق من عيلته انها تتبرأ منه بجد. يمكن النظام المجرم يتعامل معهم كعيلة مصرية عادية. انا بطالب عيلتي كاملة، امي واخواتي، انهم يتبرأوا مني
عندما يسألون في أرض الخوف، أرض الرعب، يقولوا ملناش ابن اسمه معتز مطر، كان فيه وراح، كان فيه ومات. بستحلفهم بالله ان هم يقولوا كان فيه ومات، لاننا لن نعود ولن نتراجع، لا انا ولا زمايلي اللي مصايبهم اكتر مني وهتعرفوا، بس انا مش امين. هم يمكن يقولوا لكم السبت، يقولوا لكم الحد، هيعلن ان الموضوع ممنهج. كان فيه ومات. اذا كن ليا اي مقدار عندكم كجمهور مصري وجمهور عربي خدامكم، لان احنا هذا هو مبدأنا، احنا خدامينكم ونحتمل كل شيء، مش عشانكم، عشان ربنا. كل املنا في الدنيا اللي يصدق يصدق، واللي ما يصدقش ان شاء الله عنه ما صدق، على راسنا الجميع، ان ربنا يتقبل، ربنا يجعلها تطهير لحياة اكيد زي حياة كل البشر، فيها كويس وفيها الوحش. ربنا حطينا في هذه اللحظة واحنا امسكنا الفرصة ولم نفلتها، واعتبرناها رسالة من ربنا، ان ربنا بيقول احملوا لواء الحقيقة في هذا التوقيت، ولن نضع هذا اللواء. انا بطالبكم انكم تناشدوا عيلتي في كل الوسائل وبكل طريقة، اللي يعرفهم واللي يعرفهم كتير. احنا مش نكرة، احنا الحمد لله يعني كفى يتركوا الحكاية ويتبرأوا مني، لاني هكمل المشوار، هكمل المشوار اطلاقا. لن يثنينا شيء. الشرق بخير باذن الله. دكتور سيف ودكتور طارق ودكتور محسوب واستاذ عبد الرحمن يوسف، دكتور ايمن نور، ان شاء الله وعدني وعد خير جدا، وستعلن الحقيقه بمنتهى الشفافيه، وهم حريصين قبلي على ان احنا كلنا نتطهر. اللي اخطأ هنقول له اخطأت في وشه حقيقة، واللي عمل صح هنقول له، واللي سجل في الضلمة هنعرفه، واللي بيبعت للجرايد هنعرفه، ونتطهر ونعرف هل عيبنا ان احنا فاتحين كل الابواب ولا غير الابواب. الشرق مكملة ونحن سنكمل، واطالب اهلي بالتبرؤ مني، ولتفعل العصابة ما تفعل، مستمرين وعازمين وموقنين بنصر الله عز وجل. اتمنى ان ما كنتش ضيعت منكم ليلة الخميس. يوم السبت نلتقي باذن الله في برنامجنا وشغلنا، خدامينكم الى ان يأذن الله امرا كان مفعولا، خدامين الحق، ولا شيء يعلو على الحق، ولا شيء احب من نفوسنا الا قولة الحق، اللي بنطلب من ربنا وبندعي له في كل سجدة انه يمتنا ونحن نقول كلمة الحق، وافوض امري الى الله. بشكركم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احلام سعيدة ويوم جميل، وربنا يجعل كل ايامكم جميلة ورائعة، ويزيح الغمة اللي احنا على يقين ان ربنا هيزيحها من على دماغنا جميعا. قولوا امين. بشكركم واسف ان انا ازعجتكم كمان يوم الخميس. الله غالب. الى اللقاء.